ساعتنا البيولوجية في الكنافة. الساعة البيولوجية دي هي النظام الداخلي اللي بيظبط جسمك، اللي بيظبط هرمونات جسمك، اللي بيظبط مواعيد نومك، مواعيد أكلك. هو ده اسمه الساعة البيولوجية، ودي بتختلف الحقيقة أو بتتغير في رمضان. إحنا اللي بنغيرها بطريقة أكلنا، زي ما بنقول الكنافة، القطايف، الحاجات المسكرة دي بتخلي الهرمونات جوانا تتغير، الهضم يتغير. برضو اختلاف مواعيد النوم دي حاجة بتغير الساعة البيولوجية. نشاطنا، المشي، الحركة، ده بيأثر على الساعة البيولوجية. حاول انك تخلي التغيير اللي بيحصل في رمضان ده يبقى تدريجي عشان قلبك ما يتأثرش. خلي النوم في ميعاد ثابت، كل واشرب بالتدريج، وبطل قهوة بعد التراويح او قللها على الاقل الى اقصى قدر ممكن. يبقى في 3 حاجات نعملهم علشان نظبط ساعتنا البيولوجية: النظام في النوم، هدوء في الاكل، واحترام لايقاع جسمك. وطبعا ما ننساش رمضان جوه القلب، بنحبه زي ما هو، بس بنحاول نعيشه صح على قلوبنا.